يا ترى خفت؟ تعالوا نتكلم عن حاجة بتشغل بال ناس كتير، الانسولين. هو فعلا الانسولين بيخوف واللي بياخده بيتعود عليه، ولا الحكاية اعمق من كده؟ خلينا نبدأ من الاول. هو ايه الانسولين ده اصلا؟ الانسولين هو عبارة عن هرمون طبيعي جدا جسمنا بينتجه، وكل وظيفته انه ينظم مستوى السكرات في الدم. المشكلة بقى بتيجي لما الجسم مش بيقدر ينتجه او بيستخدمه بالشكل الصحيح، وده اللي بيحصل مع مرضى السكر. وهنا بقى الانسولين اللي بناخده كعلاج بيبدأ يدخل الصورة. تعال اقول لك ليه ناس كتير بتخاف من الانسولين. بعض الناس فاكرة ان لو بدأ يستخدم ويحقن انسولين خلاص كده الحياة انتهت، او انه حتى ممكن يبقى مدمن عليه، وده مش حقيقي خالص. خليني اوضح لك ان الانسولين مش ادمان ولا تعود، ده مجرد بديل بيعوض نقص الانسولين الطبيعي في الجسم. لازم تكون عارف ان الهدف الاساسي من الانسولين انه يحميك من مضاعفات خطيرة زي مشاكل الكلى والاعصاب او حتى القلب. طيب ليه بقى الدكتور بيقرر انك لازم تبدأ تاخد انسولين؟ اوقات كتير ان الادوية الفموية لوحدها مش بتبقى كافية في التحكم في مستوى السكر، وساعات السكر بيبقى عالي جدا وبيحتاج في اوقات للتدخل السريع، والانسولين هنا بيكون البطل اللي بينقذ الموقف. وانا عارف ان فكرة الحقن نفسها ممكن تكون مخيفة لبعض الناس، بس بصراحة الحقن دي مش مؤلمة زي ما انت فاكر. ومع التطور الكبير في الطب دلوقتي بقى فيه انواع كتير من الانسولين هيئة اقلام بتخلي الموضوع سهل وبسيط. عارف ايه اللي يخوف بجد؟ انك تسيب السكر عالي من غير ما تتحكم فيه، لان ده اللي بيأثر بالفعل على صحتك وبيعمل لك مضاعفات على المدى الطويل. في الاخر العلاقة اللي ما بينك وما بين الانسولين مش مجرد علاقة خوف واعداء، دي علاقة شراكة. لازم تعرف ان الانسولين مش ضدك، ده معاك، لان هو اللي بيساعدك انك تعيش حياتك بشكل طبيعي. لو عندك اسئلة او مخاوف لازم تتكلم مع طبيبك او الشخص المتخصص، لكن اهم حاجة ما تخليش الخوف يمنعك انك تدور على صحتك. خليك دايما في الجانب الصح وتحكم في السكر. ولو عندك اي سؤال الكومنتات كلها مفتوحة ليك، وهنتكلم اكتر في فيديوهات جاية. ما تنساش تابع الحلقات اللي فاتت. دكتور سكر بيقولك خليك واعي، خليك قوي، وصحتك دايما ليها الاولوية.